السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. النهاردة هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن إزاي نوصل للهدوء النفسي والسلام الداخلي. مين فينا ما بيصحاش كل يوم وهو شايل الهموم وبينام وهو بيفكر في اللي حصل واللي هيحصل؟ مين فينا ما بيجريش طول اليوم وبيبقى مرهق نفسيا حتى لو ما بيعملش مجهود بدني كتير؟ أوقات كتير المشكلة ما بتكونش في حياتنا نفسها، المشكلة في طريقة تعاملنا مع الحياة بتاعتنا. في أفكار بتسرق هدوءنا، وفي عادات بتستنزف روحنا من غير ما احنا نحس. عشان كده هنتكلم في الفيديو دوت عن 6 خطوات أو 6 قوانين مهمين جدا، لو طبقناهم في حياتنا هنحس إن إحنا أهدى وأقرب للراحة النفسية اللي كلنا بندور عليها. أول نقطة علشان نوصل للهدوء النفسي وراحتنا النفسية، نبعد عن كتر التفكير شوية. التفكير في الحاجات اللي مش هتفيدنا. في حاجات كتير بتسرق طاقتنا، وهي التفكير الزايد، إن إحنا بنفضل نعيد في دماغنا نفس الموقف اللي حصل، ونحلل الكلام اللي اتقال في الموقف ده والاحتمالات والنظرات اللي اتعملت في الموقف دوت. بنعيش سيناريوهات عمرها ما حصلت وأحيانا مش هتحصل. المشكلة إن عقلنا بيتعود على التفكير الزايد وبيتعب حتى لو واجه أبسط الأمور. يعني بنلاقي نفسنا قبل ما بننام بنفكر في الموقف اللي حصل، وليه الكلمة دي اتقالت من الشخص ده في الموقف ده. طيب كان يقصد ايه؟ طب ليه حصل كده؟ طب بكرة هيحصل ايه؟ في النهاية احنا مش هنحصل على إجابة ولا هنرتاح نفسيا. لازم نعرف ان مش كل حاجة تستحق ان احنا نحللها ونفكر فيها. في حاجات كتير لازم نعديها ببساطة. مش كل موقف محتاج مننا رد فعل، ولا كل فكرة تستحق إن هي تاخد مساحة كبيرة في عقلنا. أحيانا الراحة النفسية بتبدأ لما نقول لنفسنا مش لازم أفهم كل شيء حواليا. العقل الهادي مش العقل اللي عنده إجابات لكل شيء. العقل الهادي هو اللي بيعرف إمتى يتجاهل وما يفكرش الأشياء اللي ما تستاهلش التفكير. تاني نقطة عشان نوصل للهدوء النفسي، بلاش نقارن حياتنا بحياة غيرنا. أكتر الحاجات اللي بتكسر رضا الإنسان إنه بيبص لحياة غيره، شايف حياة غيره مثالية، مع إنه غيره دوت عنده أشياء بتخليه تعيس لكن مش بيظهرها للآخرين. كل إنسان مننا بيحاول يظهر الجانب السعيد منه ومن حياته. يعني احنا أحيانا بنشوف ناس حياتها شكلها مثالي، بنحس ان احنا متأخرين او ناقصنا حاجة. بنشوف ناس معاها فلوس زيادة، ناس بتسافر، ناس بتتفسح، ناس سعيدة، بس احنا ما نعرفش ان الانسان اللي قدامنا سعيد دوت في داخله شيء تعبه او مشكلة في جانب معين تعبه. وممكن يكون شخص حياته بسيطة جدا جدا لكنه مرتاح نفسيا أكتر من ناس معاها كل شيء وناس بتمتلك كل النعم. المهم إن احنا نقارن نفسنا بنفسنا فقط. يعني نقارن نفسنا كنا من سنة في وضع ايه، والوقت بعد مرور سنة وصلنا لإيه. أي تطور حصل في حياتنا حتى لو بسيط ده بيعتبر نجاح. الرضا مش إن حياتنا تبقى كاملة، الرضا إن احنا نشوف النعم اللي عندنا ونحمد ربنا عليها قبل ما نبص للشيء الناقص عندنا. تالت نقطة عشان نوصل للهدوء النفسي والراحة النفسية، نختار الصمت في بعض الأحيان بدل ما ندخل في كل جدال. مش كل نقاش لازم نكسبه،
ومش كل شخص لازم يقتنع بينا. في ناس مهما شرحت ليهم مش هيفهمونا، وفي ناس داخلة الجدال لمجرد الكلام بس. أحيانا بيكون أكبر راحة وأكبر انتصار إن إحنا ننسحب بهدوء. يعني الراحة النفسية ما ندخلش نفسنا في معارك ملهاش لازمة هتستنزف أعصابنا وراحتنا، ومش لازم كل كلمة نرد عليها ولا ندافع عن نفسنا طول الوقت. في ناس هتسيء فهمك مهما وضحته ليهم، وفي ناس لو حكينا ليهم الحقيقة كاملة برضو هيشوفونا غلطانين. الصمت أحيانا بيكون قوة مش ضعف. في مواقف كتير السكوت فيها بيحفظ كرامتنا وبيحفظ طاقتنا أحسن من الرد. النقطة الرابعة عشان نوصل للراحة النفسية إن إحنا نسامح. مش معنى إن إحنا نسامح اللي قدامنا كل كلامه صح، أو مش معنى إن إحنا نسامح إن إحنا ننسى الأذى من الآخرين، لكن التسامح إن إحنا ما نفضلش شايلين جوانا طول الوقت وجع. الزعل الطويل بيتعب القلب، والكراهية والحقد بتحمل تقل وثقل على النفس. في ناس عاشت سنين وهي سجينة الموقف أو كلمة أو خذلان من حد، وكل ما يفتكروا الموضوع بيتعبوا تاني. المفروض إن إحنا نسامح علشان نفسنا، عشان نرتاح ونقدر نكمل حياتنا من غير حمل وتعب. وأهم نقطة في التسامح إن إحنا نسامح نفسنا، ما نفضلش نلوم نفسنا على أخطاء قديمة حصلت. كل البشر بيغلطوا، إحنا إنسان، إحنا ناس طبيعيين. لازم من الطبيعي إن إحنا نغلط، ومن الطبيعي إن إحنا نتعلم. النقطة الخامسة، اتعلم دايما الامتنان. إحنا دايما بنبص على الحاجة الناقصة اللي في حياتنا، على الرغم من إن ربنا عطينا نعم كتير جدا. بنفضل دايما نطارد الشيء الناقص عندنا، وبالتالي عمرنا ما بنشعر بالشبع النفسي. في ناس بسيطة جدا لكنها ممتنة وسعيدة للنعم اللي عندها. الامتنان هيغير النفسية بشكل كبير. لما نبدأ نلاحظ النعم الصغيرة هنحس براحة داخلية مختلفة. كل نعمة عندنا تستحق الشكر. النقطة السادسة عشان نحس براحة نفسية، ودي تعتبر أهم نقطة، قربنا من ربنا. مهما حاولنا نلاقي راحتنا في أي شيء هيفضل دايما في فراغ جوانا لحد ما نقرب من ربنا. الطمأنينة الحقيقية مش في الفلوس فقط، ولا في الناس، ولا في النجاح. الطمأنينة الحقيقية لما نقرب من ربنا، لما ندعي من قلبنا، لما نصلي بهدوء، لما نحس ان احنا مش لوحدنا. بالتالي هنلاقي في قلبنا سلام وهدوء مختلفين جدا. في اوقات كتير الدنيا بتتعبنا، ما بيبقاش عندنا حل غير اننا نقول يا رب. والشيء الجميل ان ربنا عمره ما بيخذل حد لجأ له بصدق. يعني كل ما نقرب من ربنا كل ما خوفنا هيقل وروحنا تهدى. في النهاية الراحة النفسية مش معناها ان حياتنا تبقى خالية من المشاكل، لكن معناها ان احنا نبقى اقوى من المشاكل اللي بتكسرنا. الراحة النفسية معناها نعرف امتى نختار راحة بالنا قبل اي شيء يؤذينا. الراحة النفسية ان احنا نبطل نضغط على نفسنا طول الوقت، ونتصالح مع الحياة ونتصالح مع نفسنا. افتكروا دايما ان في حاجات كتيرة مش بإيدينا نغيرها، لكن بإيدينا نختار ازاي نتعامل معاها. اختاروا السلام والهدوء، اختار نفسك.